أحبتي في الله، سأهدي إهداء إلى جميع من جعلت الأمثال والحكم والمعاني الشعبية ضالة منشودة، استفادة من تأثيرها الفعال في التوعية الاجتماعية بالوطن. إلى هؤلاء جميعا والمتتبعين أهدي هذه الباقة من الزهور ذات الأريج المتنوع والمنعش للنفوس. لهذا قررت أن أثابر في هذا الموروث الثقافي. اش قالوا الناس زمان؟ الزلط والفرعنة. يقال المثل: في من كان ذا قلة اليد فقيرا لا يملك شيئا من متاع الدنيا وحطامها، ومع ذلك يتفرعن ويتجبر على من يريد الإحسان إليه. قالوا الناس زمان: زواج ليلة تدبير عام. يقال المثل لبيان التفكير والتدبير والبحث في من ستتزوج، فكما يقال: بنتك اختار لها الرجول، ولدك اختار له الأصول، وذلك عند الإقدام على الزواج. ويقال المثل أيضا في من يريد أن يتسرع في الحسم في أمر من الأمور دون تريث وتفكير في العواقب. كذلك قالوا الناس زمان: الزواج والموت هم لا يفوت. يقال لأنه لا بد منهما لكل ذكر وأنثى، إذ يقال المثل: لمن يتسرع في الاختيار للزواج قبل أن يجد ما ينسجم مع مستواه خلقا وطبيعة وتربية اجتماعية صالحة. قالوا الناس زمان: الزواج شارف بحال الربيع اليابس. يقال لبيان أن الشرف الهرم يفقد حيوية الشباب، ولأنه يخلف أبناءه يتامى لزوجته عند موته، فتجد صعوبة مادية ومعنوية في تكوينهم التكوين الصالح لأنفسهم ولمجتمعهم. قالوا الناس زمان: زوج بنتك في وقت زواجها. يقال التعبير لبيان بأن كل من خاطب بنتك وهو في مستواها الخلقي والاجتماعي والرجولي بكل ما تنطوي عليه هذه الكلمات من معاني، فينبغي ألا ترده وترفضه. وكما يقال: رد الفن يجيك العفن، لا يأتي بعد ذلك إلا من لا يسفي المستوى المرجو. إلى اللقاء.